تعالوا النهاردة بقى كده نعمل حاجة ميكس ما بين الكيك والبسكوت. هنعمل رول البسكوت التايجر. عايزة اقول لكم شكله وطعمه خطير جدا. شايفين بقى الشكل من جوه حلو ازاي. يلا نروح على الوصفة. معايا هنا عدد 2 بيضة، وهضيف عليهم كوباية الا ربع من السكر، وهضيف عليهم كمان ظرفين من الفانيليا او معلقة فانيليا سايلة الموجودة عندك. هنقلب بقى المكونات دي مع بعضها. قبل ما نقلبها كده هنضيف عليهم كوباية الا ربع من السمنة او الزيت، يا سمنة يا زيت يعني متاح عندك. تمام كده. هنقلبهم بقى بالمضرب اليدوي كويس جدا جدا لغاية ما ندوب معايا السكر، لغاية بقى ما الخليط ده كله يبقى لونه فاتح معايا. ممكن كمان تضربيه في الخلاط او بالمضرب اليدوي كده المتاح عندك استخدميه، او لو عندك كمان مضرب كهربائي مفيهاش اي مشكلة. طبعا احنا ضربناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف عليه دلوقتي كوباية من الدقيق واقلب كويس جدا لغاية ما الدقيق يختفي معايا بالشكل ده. طبعا انا خلاص وقفت المضرب اليدوي، جبت بقى اسباتولا وحطيت كمان معلقه كده من البيكنج باودر صغيره، وهنزل بالكوبايه التانية من الدقيق. يبقى المقدار ده اخد معايا كوبايتين من الدقيق، وكمان هياخد تقريبا معلقتين بس حسب لسه. اما نلم العجينه بتاعتنا دي كويس جدا هي هتكون بتلزق معايا. شايفين انا قسمت بقى الخليط كده هو بيلزق. هنا بقى في البوله دي ضفت معلقتين كاكاو خام، شايفين بالشكل ده. وهبدأ بقى برضو الفانيليا هضيف عليه معلقتين من الدقيق، يبقى المعلقتين الاخرانيين هضيفهم كده في اخر حاجة بقى في الفانيليا اهو. شايفين تعجيني بقى وتلم العجينة بتاعتك كويس جدا. هتكون فيها تلزيقة خفيفة جدا، يعني الايد اللي انت بتعجيني بيها ما تختبريش بيها ابدا العجين، تعجيني تختبري بالايد التانية. ليه؟ الايد التانية ما فيهاش عجين فمش مش هتلزق معاكي العجينة وهتطلع معاكي مظبوطة. شايفين اهو بالشكل ده. يعني هي مش ناشفة عجينة ناشفة، لا، عجينة كده فيها تلزيقة بسيطة جدا. هبدأ بقى اخد كده كل قطعة عملتها المها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الرخام عندي. شايفين بالشكل ده. وطبعا هحط برضو الكاكاو، هشيلها كده من الطبق وهقطع بقى بالسكليبر كده زي ما انتوا شايفين. قطعتها على 4، كل واحدة فيهم قطعتها على 4. هبدأ بقى كده ألفها أعملها رول بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وهاخد بقى جزء من الفانيليا برضو وهلفه رول وهضيفه جنب الكاكاو او العجينة الشوكولاتة دي. تمام. وهعمل واحدة بني وواحدة بيضة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه اهو. شايفين بالشكل ده. وكلهم يبقوا نفس الحجم كده متساويين اهو. بعد كده بقى هروح لفيهم رول كلهم على بعض بالشكل ده. شايفة هيبقى معايا كده. بعدين بقى هاخدها كمان لفة عكس التانية. يعني بصي انا الاول بلفها كده وبعدين هقسمها او زي ما انتم شايفين كده عشان ادخل كلهم كل العجين في بعض كده يتداخل مع بعضه. هبدأ بقى اقسمها كده من النص وبعدين هجيب الجزء ده وهلفه عكس كده. شايفة عكس بعضهم او يعني هلف دي عكس دي عشان يديني التمويجة دي بتاعة التايجر. تمام بالشكل ده. هروح بقى لفيهم كده على بعض اهو لغاية ما تحسي ان اللون دخل في بعضه. ممكن تكرري الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة. شايفة لغاية ما يبقى بالشكل ده. هتجيبي ورق زبدة وهتدهنيه حبة زيت او سمنة وهتلفي الرول بتاعك ده كويس، وبعدين هندخله الفرن على درجة حرارة 180. هيخرج هيبقى معايا بالشكل ده. هكون بقى جايبة كده شوكولاتة خام مسيحاها على حمام بخار مائي او كمان ممكن في الميكروويف، وبعدين هرش عليها كده رش شوكولاتة فارماسي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ما عندكيش خلاص مش مشكلة بالشكل ده. وهسيبه بقى ينشف كده الشوكولاتة اللي من فوق خالص، وبعدين هبدأ اقطعه. شايفين بقى الشكل اهو. طبعا انا حطيته على الطبق هنا وهسيبه ينشف خالص علشان اعرف اقطعه بالسكينة ما يبقاش كده بيلزق في ايديكي. تمام. بعد بقى كده ما نشف الرول بتاعي ابتديت اقطعه
قطعته بقى الى شرايح بالشكل ده، وكمان كان لسه يعني ما نشفش قوي. شايفين بقى الجمال. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد.